أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب يا مظلوم كربلاء. غريب وليس كمثله غريب. يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. السلام على الدماء السائلات. السلام على الخد التريب. السلام على الشيب الخضيب. السلام على النساء الحاسرات. سادتي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة. شلون أنسى العزيزة، شلون أنسى الحنونة. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة. تبدي النياحة ألحانا فألحانا يا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا. تدعو أبا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغايب عنا المحامي والكفيل. فمن يحمي حمانا ومن يوي يتايا. يا منايا إن عسعس الليل ورا بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أمدانا. قم يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما نفسي تغض على أقدام أجفانا. يا بويا 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 علي اللي الهوى. يا بويا علي اللي الهوى وانا حرمة وغريبة مالي حمد. بويا بويا بمن يا بويا القلب يضمد بالحسين
وهل عندي يمدد وابن والد العباس ما ريد أنا خلصة وهلي الله لحد يا أنا خلصة وهلي الله يا لحيد صحت وليان يا ناعد صيح بصوت وليان يا حيدر يا مطوع الإنس وليان ترى زينب بقت من غير وليان وتحشم وينكم يا أهل الحمية وتحشم وينكم يا أهل الحمية صحت أجمني أنا زينب والمصايب هاجمني وجمر يسعر بدلالي هاجمني يعني شرد هاجمني 3 من 3 هاجمني زمان وكربلة وقوم مية يا وزمان وكربلة وقوم يا علم لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي وليه الإمام المهدي من آل محمد. ليلة ما أعظمها من ليلة، جالسين نحن في حسينية تحت هذا الجو، مروحة، مكيفات، سجاد تحت الجسد، الأجسام، لكن حر قلبي على عيال الحسين. شلون قضوا هذه الليلة؟ سؤال لعله كل إنسان يسأله، كل إنسان مؤمن حسيني: ما الحوادث التي جرت بعد مقتل سيد الشهداء عليه السلام؟ أولاً لما استشهد الإمام الحسين عليه السلام صاح عمر بن سعد: اهجموا على مخيم الحسين واحرقوا خيم الحسين. فهجموا القوم يحملون النار فأشعلوا الخيام، احترقت الخيام. زينب عليها السلام هنا أتت إلى زين العابدين، قالت له: يا ابن البقية ويا ثمال الباقين، يا زين العابدين، ماذا نصنع؟ هذه الخيل قد هجمت علينا وشوف الخيام ده تحترق. قال: عم اسنديني إلى صدرك. سندت له. اعطيني العصا. أعطته العصا. مشى قليلا قال: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. زينب بعد ما عتها خبر، يقول رفعت طرف الخيمة وإذا بالإمام استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عم زينب عظم الله لك الأجر، هذا رأس أبي الحسين رفعوه أعلى الرب. الله أكبر. قالت عم زينب: ماذا نصنع؟ أيتام نساعدنا. قال: عم فروا بوجوهكن في البيداء
وصار العلاوي بنات الرسالة والأطفال من خبا إلى خبا ومن خيمة إلى خيمة يفترين بنات حسين من خيمة لعد خيمة، يفترين بنات حسين من خيمة لعد خيمة، كل خيمة تشب بنار طلعا ضربا والسجاد جو سحبه ودمعه على الوجه سال. هذا أمر. الأمر الآخر يا مؤمنون يا غيارى يا شيعة الحسين، يقولون زينب بأبي وأمي اجت تمشي تتعثر بأذيالها حتى وقفت على ذلك التل، وتدرس صاحة هذا التل اللي الآن يسمى التل الزينبي. سيدنا سامحنا يقول صاحت زينب لما وقفت على التل صاحت ثلاثا: حبيبي يا حسين، يا حسين، يا حسين، هذه الخيل قد هجمت علينا، إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. الله أكبر. فلم تسمع جوابا. أجركم الله. بعد مولانا من الحوادث يقول اللعناء عمر بن سعد أمر 10 نفرات منهم ذولا اللي كل حسب الإسناد والرواية كلهم أبناء زنا، قال: اركبوا على ظهر الخيول ودوسوا صدر الحسين وظهر. يعز عليكم سادة غيارة. يقول ركبوا على الخيل 10. الله من نادى الرجس يا خيلنا وصاح، من يركب يرض ضلوع الحسين، ركبت له من الفرسان 10 وداست خيلهم ويل على صدره. وزينب تنظر كأنما عتها سؤال، قالت: ارد انشد الخيال المجبلين، اللعبة يتعلى صدر ابن ميامين، أنا بعدي ولا بطل حسين. صاحت خويا بعد الذبح يا حسين داسوك، أنا لا راعى وشرف جدك ولا أبوك، أنا جنيت ظخري وتحت الخيل خلوك. أجركم الله. بعد مولانا يقول: وإذا باللعناء أتوا إلى سلب الأجساد، إجوا إلى جسد الحسين، إجا بجدل اللعين، يقول إجا يريد ياخذ خاتم الحسين، يقول ما استطاع أن يأخذ الخاتم، يقول رفع خنجر، يقول وقطع خنصر الحسين، يقول وأخذ الخاتم. النوب إجا الجمال أراد أن يأخذ سروال الحسين، يقول فوضع الحسين يد على السروال، يقول أخذ حديد أو خنجر فقطع يمين الحسين. وحسينا ايش عبر اريد منك، يقول ثم وضع يده الاخرى الحسين، يقول رفع اللعين السيف فقطع شمال الحسين، يقول هاللعين أنا أغمي علي، يقول وإذا بي أرى في عالم الرؤيا رجل ومعه رعيل من البشر والملائكة، رجل أزهري قمري، يقول وهو ينادي وولداه وحسينا، يقول وشفت نساء كثر ومعهن النساء امرأة، لكن هالمرأة محدودبة الظهر، عرفتها يولا، يقولوا سمعتها تنادي ولدي حسين، ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، يا حسين من أرض طيبة تعليت، يا ابني من أرض طيبة تعليت، أنا تحكي وياي يا ابني ليش ما بيك. أجركم الله. يقول وإذا
بزينب وعيال الحسين جل عليهم الليل. يقول لما جن عليهم الليل ما عندهن خيمة، يقول ذلك اللعين أفرد لهن خيمة، وصارت زينب عليها السلام تجمع النساء والأطفال، لكن مرة تفقد الرباب ومرة تفقد طفلة للحسين. آجركم الله. يقولون زينب فقدت طفلة للحسين، اجت تتخطى بالقتلى حتى رأت فارس، قالت له يا هذا ألم ترى بنت صغيرة؟ قالها شفت سواد بوسط المعركة. يقول اجت زينب تتخطى القتلى وتتعثر بأذيالها إلى أن وصلت إلى وسط المعركة وهي تسمع بنت صغير تتكلم مع الحسين، تقول له أبا حسين حرقوا خيامنا، أبا حسين ضربوا عمتي زينب، أبا حسين لقد شتمونا. قالت لها زينب بني كيف خرجتي؟ أين كنت؟ قالت عم زينب لما هجم القوم علينا وحرقت الخيام أنا اجيت مرعوبة فزعة، اجيت إلى وسط المعركة لثت بأبي الحسين. قالت لها بني كيف عرفت الحسين هو هذا والدك؟ قالت لها عم زينب أنا جيت بوسط المعركة وإذا بي أسمع صوت من أبي يقول بني إلي. صاحت يا والدي يا والدي والله عظيم، أنا صير من زغري يتيم والنوح من بعدك لجيم، أثار الولد أثار الأب يا ناس خيم، يفيع على ابناته وحريم. آجركم الله. أرجعتها مولاتنا زينب إلى الخيام، لكن بعد لحظات زينب افتقدت الرباب. أين الرباب؟ الله يساعد قلبك يا زينب الليلة. يقول سئلت رأت فارس هل شفت امرأة؟ قالها شفت سواد بوسط المعركة. يقول اجت زينب إلى أن وصلت الوسط المعركة سمعت الرباب، تقول له سيدي يا أبا عبد الله لقد اشتقت إلى ولد الرضيع إن ثداياي درتا. يقول زينب اجت قالت لها رباب شنو اللي طلعك من الخيمة؟ قالت أفز بالليل أفز بالليل مرعوبة بحالات النوم يا زينب حسبالي بشولي يدي. الله الله حسبالي بشولي يدي. يقول أرجعتها مولاتنا زينب إلى الخيام. آجركم الله. هنا زينب التفتت إلى من؟ التفتت إلى أم كلثوم. قالت لها أم كلثوم تعالي خيتي اقعد هنا اوقف هنا انت على باب الخيمة، انا باكر رايحين ياخذون سبايا ما يصير ما اروح لابو علي اودعه. يقول اجت تتخطى القتلى. انت تسألني زينب شلون عرفت الحسين؟ زينب عالمة، لكن انا اتصور من 3 حالات عرفت الحسين. ليلة العاشر يقولون الحسين اخذ بيدها واوصلها لهالمكان، قال لها زينب هذا المكان هو مكان اللقاء، إذا تريدين تشوفيني وتودعيني. فلذا عرفت هو هذا الحسين. أما العلامة الثانية يقول زينب رأت جسد دون الأجساد، هذا الجسد مكبوب على وجهه، ولذا عرفت هو هذا الحسين. حاضر تسمع. أما العلامة الثالثة لا، يقول سمعت أنين الحسين، يعني سمعت ون من الحسين. ولذا ايش قالت زينب؟ قالت وتقرب وتليه وتقرب وتليه، سمعت يون وتقرب وتليه، أنا سمعت يون وتقرب وتليه، لقيت الولي متوسد يدي،
يا ب1900 جرح بي، يا جرح داوي ويا جرح خلي. آجركم الله. يقول زينب كلما رفعت عضوا سقط الآخر إلى الأرض. جسد مرضرض، أحشاء بس باقية. يقول تشيل شيء من جسده يسقط الآخر إلى الأرض. شنو قالت زينب؟ اسمع ايش قالت. قالت وصدرا ما ينشال أشيلن، وصدرا ابن أمي مكسر ضلوعه. أنا ابن أمي مهشم ضلوعه، وصدرا ياهو الجاب كافوره، وسدرا ومن غسل غريب الغاضرية، ومن غسل غريب الغاضرية. ورجعت زينب. أبيات الدعاء واسألكم الدعاء، ما يصير ما نذكر هذا الموقف. يقول رجعت للخيمة، قالت أم الكلثوم أنت روحي ادخلي للخيمة أنا أوقف أحرس الأيتام. يقول شوي وإذا بزينب تشوف سوادة مقبلة عليها من جهة الغري. يقول هنا زينب التفتت إلى تلك السوادة قالت أيتها السوادة إذا جئت لكي ترعبين فنحن إذا جئت لسلبنا فنحن مسلبات، ما باقي عندنا شيء. يقول وإذا بالسواد يقترب شيئا فشيئا. حست أنه شخص قاعد يجي هنا. زينب قالت يا هذا إن لم تكف عنا شكوتك إلى أبي علي بن أبي طالب. يقول وإذا بالصوت بني زينب أنا أبوك علي. يقول يا زينب أبوك علي أنا اللي حاجيك، على أبوك أنا اللي حاجيك، يا زينب للحراسة جيت ليك. أويلي أويلي على أخوك وويلي عليك. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تقض على الأقداء أجفانا. يا الله إلهي وسيدي ومولاي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصار وشيعته، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله، من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نقرأ الآية جميعا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا كاشف السوء والبلاء اكشف السوء والبلاء عن شيعة مولانا أمير المؤمنين في كل مكان يا الله. من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. رد كل غريب أسير زائر إلى أهله سالما غانما يا الله. احفظ هذا البلد بسادته بعلماء بقادته من شر الأعداء يا الله. وفق خدام الحسين الحج وجميع خدام الحسين إلى كل خير يا الله. لا تحرمنا والجمع الحاضر من خدمة الحسين ومن الحضور في مجالس الحسين، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وخدمته، وفي الآخرة شفاعته يا الله. اللهم من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله.
دعاءنا الأخير: اللهم إنا نسألك حسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، الشهداء، العلماء، روح السيد الإمام الخميني، خدام الحسين، من فقدناه من خدمة الحسين في هذه السنوات الماضية، لا سيما شهداءنا، شهداء إيران، شهداء المقاومة، روح السيد الإمام الخميني رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.